الحاجة أم محمود اللي عدت وفاقت كل الحدود. كلنا شفنا امبارح الحاجة سعدية طلعت لنا بفيديو صادم للجميع على قناة جديدة. طلعت وقالت كل اللي في قلبها، كل حاجة في قلبها ما سابتهاش إلا لما قالتها. طبعا القناة اتعملت جديد. طيب هو ليه حمدي ما نزلش الفيديو ده على قناته؟ السبب ان اتعمل للحاجة سعدية قناة جديدة، وفي التوقيت ده وفي المكان ده اللي هو في تركيا عند حمدي. هل مثلا حمدي مش حابب ان الحاجة تطلع في القناة عنده، او حابب ان هو ما يثيرش الجدل حوالين قناته، وان قناته تكون ماشية على رتم محدد وما تشوبهاش اي حاجة، وتكون بس مخصصة للضحك والفرفشة والروتينات والفلوجات؟ فانت مش حابب تطلع والدتك معاك على القناة علشان مش عايز القناة تشوبها اي حاجة او يكون فيها اي حاجة سلبية. دي حاجة انا شايفاها من وجهة نظري، او ناس كتيرة شايفينها ان انت مش حابب مثلا تطلع والدتك على القناة علشان عايزها بس للحاجات الايجابية، انما اي مشاكل تانية يتفتح قناة جديدة، قناة مخصصة للمشاكل، او ان احنا نطلع ونطلع بقى كل حاجة ونبعبع. طبعا ظهور الحاجة سعدية على القناة بتاعتها الجديدة أم محمود اللي عدت الحدود أثناء تواجدها في تركيا عند حمدي، طلعت وضحت حاجات كتيرة قوي، وطلعت قالت حاجات كانت مخفية عننا واحنا مش شايفينها ولا عارفينها. زي ما بيقولوا ما وراء الكواليس، دي مش من وراء الكواليس، لا ده من وراء الطبيعة، لأن حاجات اتقالت احنا عمرنا ما كنا نتخيلها، لأن احنا كنا شايفين حاجات طبيعية جدا وشايفين تعامل طبيعي وتعاملها مع آلاء وأكنها بنتها من لحمها ودمها. ما كناش حتى بنلاحظ في أي فيديو أي حاجة بتدل على إن أم محمود ما بتكنش إلا كل خير لآلاء. لكن اللي اتقال امبارح صدمنا كلنا، كان عكس التوقعات. الحاجة أم محمود مش حابة خالص ولا كانت تحب إن هي تناسب عيلة رزق على حسب كلامها، وإن الناس دي مش كويسة وناس كذا 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 على لسانها، وشايفة من وجهة نظرها إن الناس دي طماعة ومصلحجية وداخلين على طمع، داخلين على الجوازة من البداية على طمع. وطبعا وضحت في قلب الفيديو إن هي أهل آلاء أثناء الشهر العسل بتاعها أو الأسبوع الأول بتاع جوازها كان الحاج رزق بعيلته، بأخت مراته بعيالها كلهم موجودين عندهم لمدة أسبوع، وكانت بتخدمهم هي والحاج جابر. طبعا هي كانت مستاءة ومتضايقة إن هم قعدوا عندهم أسبوع كتير، على الرغم من إن هي طلعت وقالت إحنا بيت كرم وأهل كرم ولازم نكرم الضيف، أي ضيف يجيلنا لازم نكرمه. يبقى الكلام ما يكونش متناقض يا حاجة سعدية. منين عايزة تكرمي الضيف ومستاءة من أسبوع واحد إكراما للضيف زي ما بتقولي؟ طبعا انتي مش حابة اللي الحاج رزق طلع وقاله في الفيديوهات بتاعته اللي احنا كلنا شفناها، وان هو بيفرق بين ولادك، وانتي مستاءة ومتضايقة من كل اللي بيحصل. وبرضه متضايقة من محمد رزق ان هو اثناء تواجده في فترة بداية اول اسبوع في الفرح ان هو كان بياخد الفيديوهات او بيسرقها وعايز يحرقها ويطلعها على اليوتيوب. ولما محمد شاف كده على حسب كلامك ان هو طرده، وانت قلتيله انت بتلم شنطك ليه يا محمد؟
وقلتي على نفسك انك مغفلة. قبل ما اتكلم على موضوع علاء، حابة بس اعقب على حاجة او على نقطة معينة. انتي زعلانة على ان قناة حوارات اللي كانت هتقرب على 4 مليون اتقفلت، في سبيل ان حضرتك بتقولي انا لا يهمني قناة ولا يهمني فلوس ولا يهمني اي حد، كل اللي يهمني ابني. وفي نفس التوقيت بتطلعي وتقولي انا القناة الجديدة هطلع لكم فيها بقى كل حاجة، وهنقعد نتكلم ونحكي واعمل كل اللي نفسي فيه. في تناقضات كتيرة في كلام حضرتك. نيجي على موضوع آلاء، قلتي ان آلاء سحرة، امها سحرة وخالتها سحرة، الناس دي بتسحر. ووضحتي نقطة ان هي خدت الإسدال من عليكي، وكانت حابة إسدال عليكي فعملت عليه السحر او بعتته لوالدتها فعملوا السحر. ومن هنا محمد حوارات انت قلتي بقى يشوفني قردة، لا طايق امه في السماء ولا في الارض، مع اني كنت رقم 1 في حياته. وحضرتك قلتي ان آلاء مش كويسة خالص، وبتوقع الناس في بعض وبتعمل مشاكل وبلوى، مش ولاء، لا ابتلاء. قعدت تسميها بمسميات كتيرة. طب حضرتك ليه ما كنتش بتظهري عكسي ده في الفيديوهات، بتبين لنا قد ايه ان انت ام تانية ليها، خاصة في فترة مرضها لما جالها العصب السابع، اللي حضرتك دلوقتي بتطلعي وتقولي يا رب يجيلها العصب العاشر. ده تناقض تاني. قلتي نهال بنت اصل وبنت اصول، واحنا عن نفسنا اهلها كلنا بنشهد لهم بكل خير، وما بيطلعش منهم العيب، حق ربنا يتقال في اهل نهال، سواء والدها الحاج سيد او والدتها او اخواتها، ناس محترمين جدا جدا وكلنا بنحبهم وبنتابعهم. لكن نهال، على الرغم من الفيديو اللي عمله حسن ونهال امبارح، بس احنا عينينا مش هتكدبنا من المواقف اللي بتحصل قدامنا في الفيديوهات. في مواقف كتيرة بتحصل بتقول لنا ان نهال في حاجة تجاه آلاء، في حاجة في قلبها تجاه آلاء مش كويسة. احنا مش هندخل في قلوب الناس، لكن احنا عينينا شايفة. دلوقتي يا حاجة سعدية، الولد قبل ما يتجوز بيبقى في بيت أهله حاجة، وبعد الزواج ولما يدخل عش الزوجية بيبقى حاجة تانية. دي حاجة احنا لازم نبص لها، وكل أب وأم يبص للنقطة دي بمنظور غير المنظور اللي كانوا بيبصوا بيه على أساس إن ابنهم كان شاب وأعزب وعايش في بيتهم. دلوقتي بقت ليه حياة خاصة ومستقلة بيه دلوقتي، والطبيعي إن هو شايف مراته هي أهله وحياته كلها. بس مش معنى كده إنه يبيع أهله، هو ما باعش حد. محمد حوارات ما باعش حد. محمد حوارات وكان على ايدينا الناس كلها تشهد له ان هو ابن بار باهله وبابوه وبامه وبعيال اخواته. عيال اخته ام زياد اكتر حد بيحبوه في عيلة حوارات هو محمد، واكتر حد كانوا بيقعدوا معاه هو محمد. فدي حاجة احنا ما ينفعش ننكرها. ايه اللي قلب حضرتك على محمد في التوقيت، مع انه كان لما زياد سافر له الامارات ورجع بهدايا ليكو، دي فرحتي جدا جدا بالهدية او بالعباية اللي جابها لك، وقالت مفيش في حنية محمد ولا في حنان محمد. الآية اتقلبت بين يوم وليلة ليه؟ خاصة بعد سفرك لتركيا. ليه حضرتك زعلانة ان محمد عايز يعيش ويستقل في حياته؟ هل هترضي او ان انت تحبي ان محمد مثلا يطلق لا قدر الله، يطلق آلاء ويعيش حياة كده مشتتة، كل واحد مع زوجته واولاده وهو كده عايش لوحده حياة مشتتة؟ ما اعتقدش ان اي ام سوية هترضى لاولادها الوضع المهين ده.
كل أم وكل أب بيفرحوا بجوازات عيالهم، وبيفرحوا لما بيجي الأحفاد. أنا شايفة غير كده خالص. ليه آلاء بقت مش كويسة لما بدأت إن هي تسافر الإمارات عشان تتعالج؟ ليه آلاء بقت مش كويسة لما محمد جاب لها عاملة أو شغالة تعينها على شغل البيت؟ ليه آلاء بقت مش كويسة لما محمد سفرها جورجيا؟ هي آلاء قبل كل ده كانت كويسة وكنتوا بتحبوها، وكنا بنشوف الكلام ده في الفيديوهات بتاعتكم، وبعد ما محمد نقلها النقلة التانية أو بقت ليهم حياة مستقلة عنكم، بقت آلاء وحشة وسحرة وأمها سحرة وخالتها سحرة. أظن كلام لا يعقل وأي حد ما يصدقوش. في ظل الأحداث اللي بتحصل كل واحد طالع وليه رأي في المشكلة اللي بتحصل. طبعا مفيش حد لما يكون في أطراف المشكلة محدش هيحب إن هو يغلط نفسه، دي حاجة بديهية. أي حد هيطلع يتكلم قد إيه هو كان كويس وقد إيه حصل فيه وقد إيه اتظلم. مفيش حد هيقول للناس إن أنا وحش أو يبين وحشته. لكن إحنا من خلال متابعتنا ليكم من بداية القنوات بتاعتكم شايفين وعارفين المتابع بيشوف أكتر من الحاجات اللي انتوا بتعملوها. المتابع عينيه بتجيب كل الأحداث، والمتابع مش غبي. حتى لغة الجسد لما بتيجوا بتتكلموا بتتحركوا بتعملوا أي حاجة، المتابع لماح، المتابع ذكي وشايف كل حاجة، شايف ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه، هل ده بيتصنع، هل ده أصابه الكبر والغرور، هل ده على حق. كل ده احنا بنشوفه. انتوا ممكن ما تشوفوش الحاجة دي، احنا بنشوفها لان احنا اللي عايشين حياتكم وعايشين تفاصيلكم، ومن حقنا نطلع نتكلم ونقول رأينا زي ما طلعتوا على العام وبينتوا لنا حياتكم وفلوجاتكم وروتوناتكم. فمن حقنا ان احنا نطلع نتكلم زي ما انتوا طلعتوا على العام وبقى ليكوا جمهور وناس متابعين بيتابعوكوا. من حقنا ان احنا نطلع ونقول وجهة نظرنا فيكوا. يا حاجة سعدية أرجوكي ارجعي ولم الشمل، انت اللي بإيدك تلم شمل أولادك وما تفرقيش ما بينهم وما تحيزيش حد عن حد. اوعي تميلي لنقطة الانحياز وتفضلي حد على حساب التاني. كلهم عيالك وكلهم سواسية زي أسنان المشط عندك. يا حاجة سعدية راجعي نفسك في موضوع ولاد أبو زياد، لأن ورب الكون داين تدان في كل حاجة، داين تدان في الخير قبل الشر. هتعملي خير هتلاقي خير، هتعملي شر هتقابلي أضعاف مضاعفة من الشر. فانت بإيدك ترجعي الشمل تاني، شمل عيالك. ما ينفعش تطلعي تقولي على عام كده أنا قلبي مش راضي عليك يا ابني، أنا مش هسامحك، أنا أقف قدام ربنا هقول أنا مش مسامحاه. ما ينفعش. ما ينفعش تطلعي تقولي على مرات ابنك إن هي سحرة. العيبة هتيجي عليكي لأنها خلاص بقت منك وبقت منسوبة ليكي وتابعة ليكي. لازم تعيشي حقيقة إن ابنك اتجوز وبقى ليه أسرة، بقى ليه زوجة وبقى ليه طفلة، وليه طفل هيجي إن شاء الله على وش الدنيا. دي سنة الحياة. أي أب وأي أم لازم يراعوا النقطة دي، إن الحياة في بيت الأب والأم أيام العزوبية غير لما الولد أو الشاب بيتجوز، وكذلك البنت. كل واحد بيبقى ليه حياته المستقلة اللي حابب يعيش بيها، مش عايز ان هو يتقيد. على الرغم من كده لازم يراعي ويراضي الوالدين، بس زي ما في عقوق للوالدين وعقوق الأبناء لآبائهم، في عقوق الآباء لأبنائهم. احنا مش عايزين نوصل للنقط دي، وكلنا بنتمنى من قلبنا ان الشمل يرجع تاني، وهيرجع بيكي يا حاجة سعدية.
ما تنحازيش لطرف على حساب طرف آخر من أولادك.